أهلا بكل متابعين في القناة. هتكلم النهاردة في موضوع مهم. ايه الموضوع؟ موضوع ان في صناعة مصرية جديدة هنعمل عربيات صغيرة بديل التوك توك. زي ما انتوا عارفين التوك توك شكله ايه في مصر عامل ازاي. هنعمل عربيات جديدة صغيرة بديلة ليه. وقبل ما اتكلم في الموضوع ده يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير علشان القناة تكبر بيكم. هتكلم في الموضوع إن شركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي قالوا إن في دفعة جديدة جاية من الهند، عربيات صغيرة اسمها كيوت. ليه سموها كيوت؟ عشان هي صغيرة كده وكيوت فسموها كيوت. العربيات دي 4 عجلات وصغيرة من الهند. تقريبا 200 عربية جايين بديل للتوك توك. بعد كده علشان يطرحوا تجريبيا في مصر هنا. بعد كده مصنع إنتاج الحربي هيصنعها محليا في الفترة المقبلة. هيصنعوها في مصر هنا، هتبقى زي اللي بره بالظبط، صناعة مصرية. العربية دي بتشتغل بمحرك ثنائي مزدوج بنزين وغاز طبيعي. مصنع 999 هيقوم بصناعة العربيات الكيوت دي، وكمان بإجراء صيانة دورية وبمعايير دولية. العربية الكيوت دي 4 أفراد و4 عجلات، بتشتغل في الأماكن الضيقة عشان هي صغيرة قوي. إعادة الملء بعد 250 كيلومتر بنزين أو 300 كيلومتر غاز طبيعي. سعة الخزان الغاز الطبيعي 40 لتر، أما سعة خزان البنزين 8 لتر. السرعة القصوى 70 كيلومتر في الساعة. والعربية دي مش هينفع تسافر بيها طبعا، هي بتبقى لمناطق ضيقة. مطابقة لشروط الأمن والسلامة. السيارة دي حاصلة على شهادة جودة، فهي دي احنا هنعمل عربيات كويسة تشتغل في الأماكن الضيقة في الشوارع بتاعتنا يعني، وهتبقى كويسة وبديلة للتوك توك، ورخيصة مش غالية، مش زي العربيات العادية، هي أرخص من العربيات التانية. دي حاجة كويسة طبعا ان احنا هنعمل صناعة مصرية في مصر هنا في المصانع بتاعتنا. في اخر حلقة يا ريت ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات القديمة وتستنوني فيديوهات جديدة، وكمان اوعوا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، مهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.